السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ام زياد وجودي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب العالمين يا رب. الصلاة على النبي، بسم الله ما شاء الله. هنعمل ايه يا ام زياد؟ بصوا، بيني وبينكم من الجو وهو حر انا مش عاوزة اعمل اكل. كان عندي بواقي مكرونة اهي، هنسخنها. وفي الجو الحر ده احنا هناكل بواقي البيت. كان عندي بواقي رز معمر حاطين عليه لبن وسكر، عيالي كانوا عاملينه. هنا مقطعه بتنجان ورش عليه ملح عشان هقلي بتنجان. فهنعمل ايه؟ الاكل من البيت، بواقي الاكل. فخرجت قلت اشوف، الله، فين الجيلي اللي كان هنا؟ يا بنتي يا بنتي يا بنتي، الله يهديكي، يا حول الله يا رب. الجيلي يا ولاد كان فين؟ يعني ده ايه بقى؟ ده ايه؟ قومي 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 قومي، هاتي الجيلي، هاتي. بنتي مخبيه الجيلي، مانيش عارفه اعمل ايه. الدنيا حر ومانيش عارفه اروح فين ولا اجي منين. فطلعت بره قلت اشوف ايه فاكهه، ايه حاجه حلوه، واحنا لسه طالعين من العيد وكان عندنا كل الحلويات. جبنا فراولة وجبنا مانجو وجبنا فالانسه الصغننه بتاعتنا اشترينا جيلي نعمل له حاجه خفيفه سريعه كده جنب الاكل اللي هو البيت اللي عندنا. وعادي، ما فيش اكل بيترمي، كل حاجه نعمه وفضل الكريم، ربنا يديمها علينا نعمه. بواقي الاكل هتتاكل وهنعمل جنب منها حاجه حلوه، واليوم بيقضي وبيبقى زي الفل. فهنعمل لهم ده مانجا وده ليمون ودوت فراوله. هنعملهم بكل، بصوا يا حبايب قلبي، علشان الموضوع بسيط وخفيف، مفيش فيه اي حاجه. كل باكو من ده عليه كوبايه ساقعه وكوبايه سخنه ومعلقتين سكر بس، وحطي في التلاجة. كل باكو من ده اتنين كوبايه واتنين كوبايه ميه، واحده ساقعه واحده سخنه واتنين معلقه سكر بس. وهنعملها وهوريها لك لما تطلع، وهنبقى عملنا حاجه حلوه كده وسريعه وخفيفه، ومنها ما كلفناش على نفسنا. سريعة تستحق اللايك واشتراك والمتابعة كومنت حلو. انت بتدوقي وخلاص. يلا جودي بقى، بصوا حبايبي يا حلوين، جودي هي اللي هتعمل اصلا، يعني سهله. الفيديو سهل وخفيف والله العظيم. مش محتاج حاجة. واحنا في اجازه الصيف دي لازم نعلم بناتنا ان هم يقفوا معانا في قلب المطبخ ويعملوا الحاجات الخفيفه دي، هيحبوها وهيحبوا ان هم يقفوا في المطبخ. يعني انت لما تكوني بتعودي بنتك على عمايل الاكل، علميها في الحاجات الخفيفه ديت، حتى وهي في السن الصغنن ده تعلميها وهي تعمل بايديها، هتلاقي هي هتحب المطبخ لوحدها. انا بنصح كل ام ان هي تعمل زي ما انا بعمل كده، وانت برضو تحت اشرافك. بصوا حبايب قلبي، خلي بقى معاكي المضرب ده عشان يا جودي انت هتضربي بيه. هنثبت معانا الكوبايه دي، هتبقى كوبايه ميه بارده وكوبايه ميه سخنه. تمام. وهنحط معلقتين سكر. هاتي معلقه كبيره يا جودي من بتاع الاكل، حطي معلقتين سكر بس. يلا املي ديت ميه من الحنفيه. هي دلوقتي حطت اللي هي بدأت الأول بالمانجا. معاكي المضرب بتاعك بتجهزيه زي ما انت شايفة كده. حطي ادي كوباية باردة من الحنفية على كوباية، تعالي هنا يا جودي حطيها على الرخام، حطيها يا ماما. تمام. هنسمي الله ونحط في قلب الكوباية بتاعتنا اهي. يلا يا ماما حطيها. يلا قلبي بالمضرب بقى كده اهو، لحد ما تحسي ان مفيش اي بودرة او اي سكر تحت المضرب بس. وبنعبيه في الكاسات او في الكوبايات بتاعه الجيلي وبنحطها في التلاجة. هنعمل المانجا وعلى فكره يعني وقفه الانسه جودي في المطبخ وهي بتعمل لكم الجيلي، المفروض دي محتاجه والله العظيم محتاجه لايك حلو، لايك واشتراك وزر الجرس وتفعلوا زر الجرس كده وتعملوا لها احلى متابعه حلوه كده، وكومنت حلو، عشان ايه؟ اي حاجات خفيفه هخليها لكم هي اللي تعملها. جودي هتدوب الجيلي كده، وهنحطه في قلب الكاسات بتاعتنا وندخله التلاجة. هكذا هنعمل الليمون، هكذا هنعمل الفراولة. وساعة ما نخلصهم ويجمدوا كده في التلاجة هطلعه واوريها. دعاتك يا ست البنات، اللهم صل على النبي وجمال. شوف هو جيلي، يعني هو جيلي بس جودي بقى فرحانة بيه اهو. حطيناه في التلاجة وطلعناه. بصي بالليمون، ده الليمون وده المانجا وده الفراولة، وحاجة ساقعة في الحر اللي احنا فيه ده.
والكهرباء اللي عماله تقطع، بصوا الليمون والفاكهه غاليه قوي. دوقي دوقي يلا دوقي بألف هنايا. حلوة. شفتوا؟ والله العظيم ايه جودي بنتي يستاهل يتعمل لها لايك، واحلى لايك، عشان تعلمي بنتك ازاي تقف تعمل حاجه خفيفه بسيطه جميله اهي. بسم الله ما شاء الله، ما حطيناش اي حاجه، هي بصي جيلي عادي. عايزه تجودي بقى انت من عندك بقى مثلا تحطي فاكهة على الوش تحطي حلو. فاكهه، تحطي تحطي هنا ليمون، هنا مانجا، هنا فراولة. والله العظيم ممكن تحطي كمان بسكوت، اي كيكات. انا مره عملت الحركه دي وحاولت ان انا اجدد في افكاري، بس هي عشان بنوته صغننه جودي لسه بتتعلم ان هي تقف في المطبخ، فاحنا عملنا الجيلي زي ما هو علشان ما نزعلهاش. فقولوا لي ايه رايكم بقى في عمايل جودي، قولوا لهم يا جودي ايه رايكم في عمايلي. ويا رب تعجبكم باذن الله. وما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لايك واشتراك في القناه، وهنخلي جودي برضو تعمل لكم اكلات جديده ان شاء الله، بس كل ما تكبر شويه ما بشويه. كده بقى اعمل لكم مكرونة بشاميل. هي عايزه تعمل مكرونه بالبشاميل، ان شاء الله باذن الله هنعمل احلى مكرونه بالبشاميل.